مشاهدينا، بحضور طلاب مدارس الثانوية وشخصيات كبرى وأخصائيين وأطباء نفسيين وبمشاركة أكثر من 20 جهة صحية ومراكز استشارية، مضت الفترة الأولى من فعاليات مؤتمر التثقيف الصحي السابع تحت عنوان الصحة النفسية. رح نتحدث أكثر عن أهداف ورؤى هذا المؤتمر الذي وجه خصيصا للشباب، ويتحدث أيضا بالخصوص عن الصحة النفسية لهم. وأيضا رح نتحدث عن موضوع جدا مهم، ألا وهو مؤسساتنا الخيرية بين الواقع والمأمول، ورح يسلط الضوء على هذا الموضوع الأستاذ هاشم علوي مهدي الشرفة، الحاصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من جامعة توسان في ولاية أريزونا في الولايات المتحدة الأمريكية. الشرفة طبعا عضو مؤسس ورئيس لمهرجان صفا للأعراس، وعضو مؤسس في صندوق الزواج الخيري بصفوة، وحاليا رئيس مجلس إدارة جمعية صفا الخيرية. طبعا حاصل الأستاذ هاشم على عدد من الدورات، أكثر من 30 دورة في الإدارة و6 دورات في إدارة المؤسسات الغير ربحية. أيضا تنضم معنا الأستاذة خضراء المبارك المدير التنفيذي لصندوق الزواج الخيري. يسعد صباحكم أستاذ هاشم وأستاذة خضراء، وأنا جدا سعيدة بوجودكم معنا في هذا الصباح. لعلي بداية راح أبدأ معك أستاذ هاشم. يعني كنا أمس متواجدين في المؤتمر التثقيفي اللي هو جزء من نشاطكم في الجمعية. بداية يعني قاعدين نطرح موضوع المؤسسات الخيرية بين الواقع والمأمول. من وجهة نظرك واقع المؤسسات الخيرية كيف تشوفها أنت؟ بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا نتقدم بالشكر الجزيل للفضائية الثقافية لإعطائنا هذه الفرصة للتحدث إلى جمهورها ومشاهديها وتوصيل بعض ما نستطيع من الرسائل بما يخص مؤسساتنا الاجتماعية. في الواقع أنا قبل ما يعني أجيب على هذا السؤال في مقدمة بسيطة، وهي أنه يعني عدد المؤسسات الاجتماعية في أي وطن أو أي مجتمع يدل على تطور هذا المجتمع. كل ما زاد عدد المؤسسات الاجتماعية نوعية وكما، كلما عكس هذا تطور هذا المجتمع. لأنه في أي مجتمع مهما في أي دولة مهما وصلت الدولة إلى من رقي ومن ميزانيات عالية، لا تستطيع هذه الدولة بذاتها أن يعني تقضي حوائج الناس كدولة لحالها، يعني بالتالي تحتاج إلى المؤسسات الاجتماعية. فبالتالي حاجة، يعني ليس هناك نقاش في مسألة حاجة الناس في أي عالم أو في أي وطن إلى حاجة إلى المؤسسات الاجتماعية. وعلى سبيل المثال في أمريكا، هذه يعني الدولة العظمى اللي احنا نسميها دولة عظمى، يوجد فيها 1,500,000 مؤسسة تطوعية، مع الرغم أنها الدولة اللي الناس تعتقدها أنها هي دولة عظمى وغنية وما تحتاج إلى هذه الأمور. لماذا 1,500,000 مؤسسة خيرية في أمريكا؟ نعم. فبالتالي الحاجة ماسة بأن تكون هناك مؤسسات خيرية، هذا مفروغ منه يعني. نعم. جميل جدا. الآن احنا بالنسبة لنا كمؤسساتنا الخيرية في مملكتنا الحبيبة، هل فعلا مؤسساتنا الخيرية في الواقع هي واقع يعني مرضي أم لا؟ في وجهة نظري أنا طبعا لا أريد أن أعمم، هناك مؤسسات، لكن كتجربة هناك مؤسسات جيدة ويشار لها، ولكنها قليلة إذا ما قارنتها بالعدد الموجود في المملكة. ولكن بشكل عام، هل تتحدث عن إنتاجية هذه الجمعية؟ أتحدث عن نوعية العمل، أتحدث عن طريقة التعاطي مع العمل في هذه المؤسسات، وليس وحتى المنتوج، حتى الناتج اللي تصير عليه هذه الجمعية. نعم. فأنا بشكل عام
وجهة نظري المتواضعة بأنه أنا يعني العمل في مؤسساتنا الخيرية في المملكة ليس مرضيا. طبعا راح ارجع لك استاذ هاشم، وكيف ممكن احنا يعني نغير من هذا الواقع اللي حاصل في هذه المؤسسات الخيريه، لكن حنتقل للاستاذه خضراء. وصباح عليك بالخير من جديد. صباح النور. كنا امس متواجدين في صباح الثقافيه، وسرنا في حقيقه ما رايناه في المؤتمر من المعرض المصاحب، وايضا الفعاليات اللي تقام من محاضرات موجهه للشباب وكافه افراد المجتمع. اذا بنتحدث بداية عن الجهة المنظمة لهذا المؤتمر. نعم حوراء، في البداية أيضا أشكر تواجدكم معنا بالأمس، وأشكر تواجدنا معكم وإتاحة الفرصة لنا اليوم أيضا. أنا المدير التنفيذي لصندوق الزواج الخيري، وقيمة الفعالية باسم المؤتمر التثقيفي الصحي السابع. هذا المؤتمر سنوي يقيمه صندوق الزواج الخيري، كل عام يأخذ طابع أو عنوان أو شعار معين، نحاول أن احنا نغطيه من جميع الجوانب. غطينا جانب رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، المراهقين أيضا بالعام الماضي. تناولنا موضوع السرطانات بشكل عام، الموت المفاجئ. ايضا تناولنا موضوع الصحه النفسيه للمراه بخصوصيتها في الاعوام السابقه. خلينا نتكلم عن الجهه المسؤوله او صندوق الزواج. اعطيكي فكره بسيطه فقط عن هذه المؤسسه. صندوق الزواج الخيري مثل كل الصناديق في المملكه تهدف الى مساعده او تيسير امور الزواج عند المقبلين على الزواج. هدف رئيسي أن تيسر أمور الزواج ماديا لكل مقبل على الزواج، سواء بقرض مالي أو بمساعدة ما يعني دائمة غير مستردة حسب حاجة الشخص نفسه المقدم على هذا الطلب. عندنا في صندوق الزواج في صفوة عند تأسيس القسم النسائي. طبعا تأسس القسم النسائي بعد تأسيس الصندوق بسنوات. أثناء تأسيس القسم النسائي ارتئينا، وطبعا جزاه الله خير الأستاذ عبد الله المحسن هو المؤسس إلى هذا القسم وما زال على رأس المشروع حتى اليوم. ارتئينا في هذا القسم أن ما ينحصر الهدف على الناحية المادية، يعني ما يكون فقط هدف إغاثي وفقط، بل يعني دخلنا له الجانب التنموي أو الجانب التثقيفي اللي انطلقت منها هذه المشاريع التثقيفية للمجتمع. في الحقيقة أيضا استفدنا من تجربة ماليزيا في هذا الجانب. ماليزيا تعد الآن من أخفض نسب الطلاق في العالم. في عام 2004 ظهرت دراسة تقول أن ماليزيا وصلت إلى 7% في نسب الطلاق، أخفض نسبة في العالم. ما قبل كانت 32%، من خلال طرح برامج تثقيفية خاصة بفئة المقبلين على الزواج أو مواضيع أخرى كتهيئة. أقر نظام في ماليزيا يعفي كل موظف أو موظفة مقبل على الزواج من العمل لمدة شهر. خلال هذا الشهر هو مجبر أن يأخذ مجموعة من الدورات التثقيفية التأهيلية حتى يفهم الشريك أو حتى يساعد على حل المشاكل البسيطة اللي ممكن يتعرض لها في حياته الزوجية. انخفضت نسبة الطلاق من 32% إلى 7%. فيعني وهذا ما أنتم تسعون، وهذا إذا ما نسعى إليه. يعني احنا أيضا اشتغلنا على هذا الجانب في الزواجات الجماعية النسائية اللي انطلقت أيضا من صندوق الزواج الخيري. كنا نستهدف أيضا فئة المقبلين على الزواج في إعطائهم يعني حقبة أو مجموعة من البرامج التثقيفية أيضا. جميل. فالتثقيف الصحي هو من البرامج اللي نهدف من وراها رفع الوعي الصحي عند المجتمع بشكل عام يعني. فأخذ السنة له مسمى له الصحة النفسية للشباب. أكيد راح أيضا نتناقش على موضوع تخصيصكم لفئة الشباب، لكن قبل ما أنتقل للأستاذة خضراء، يعني كنت غير راضي على الطريقة الاستراتيجية أو الخط الاستراتيجي اللي تمشي عليه بعض المؤسسات الخيرية. بما أن احنا قاعدين نتكلم عن واقع ومأمول لهذه المؤسسات، كيف ممكن احنا نغير هذا الواقع؟ طبعا أختي حوراء، قبل ما ننتقل إلى تغيير الواقع، حتى تعرفي وتقدر تغيري يجب أن تضع يدك على السبب.
الأسباب الحقيقية وراء هذا الكلام، وراء هذا اللي نحن فيه، هذا الواقع الحالي. نعم. أنا في الواقع ما أتطرق بشكل سريع على بعض الأسباب. واحدة من الأسباب، وهي من أهم الأسباب أنا في تصوري، لأن هي تؤدي إلى بقية الأمور، هي أنه المعايير التي وضعتها وزارة الشؤون الاجتماعية لدخول المرشح إلى عضوية أي جمعية خيرية أو أي مؤسسة خيرية في المجتمع، هي معايير في الواقع هي تسبب عدم دخول الناس الأكفاء والكفاءات إلى هذه الجمعيات وهذه المؤسسات. في العمل التطوعي. العمل التطوعي. وأقول لكم على سبيل المثال، وزارة الشؤون الاجتماعية وضعت 4 معايير للشخص الذي يجب أن يدخل في هذه شروط التقدم لهذه الجمعية فقط، وسهلة جدا. الشرط الأول أن يكون سعودي الجنسية. نعم. الشرط الثاني أن يكون بالغا، يعني عمره 21 سنة فما فوق. الشرط الثالث أن يدفع اشتراكه السنوي، اللي هو احنا بالنسبة لنا في جمعية الصف الخيرية 200 ريال. والشرط الرابع أن لم يسبق له أن سجن أو تعرض بسبب شيء أخلاقي يعني. أفهم من كلامك أن الكفاءة غير مطلوبة في هذه المعايير أو ليس موجودة. أحسنتي. الكفاءة لم تذكر في هذه، فأنا كنت أتحدث مع المسؤولين في الشؤون الاجتماعية. نعم. ليش ما حطيتوا الكفاءة في هذا الجانب؟ لماذا لم توضع الكفاءة؟ نعم. اللي بحيث ان انا اقدر استطيع ان اللي دخل يكون يعني عنده شهاده جامعيه، عنده تخصصات اداريه مثلا. طبعا المسج اللي وصلتني من عند الاخ انه الوزاره ما تبغى تمنع الخير على احد، الثواب الكل يبغاه، خصوصا العمل التطوعي. قلت لهم اوكي ما يخالف، العمل التطوعي ليس محصورا على في الجمعيات كلها. احنا في جمعيتنا يمكن اكثر من 300 متطوع خارج الاداره. نعم. فالذي ليس عنده كفاءات يعني بشهاده جامعيه او شيء، انه هذا يكون متعاونا مع مجلس الاداره. ولكن نتكلم عن التسعة ولا العدد 15 اللي في مجلس الإدارة، هذول اللي بيقيدوا هذه السفينة اللي بيشوبها إلى بر الأمان يفترض. هذول المفروض يكونوا كفاءات إدارية، كما اللي يتحدثوا عن اسمه عن التخطيط الاستراتيجي، يعرفوا ايش معنى التخطيط الاستراتيجي. يوم يتكلم عن التدريب وأهمية التدريب، يفهم ايش معنى التدريب. فاقد الشيء لا يعطيه، يعني إذا دخل إنسان بدون كفاءة أثره كبير جدا على، لذلك احنا نشوف جمعياتنا أغلبها وللأسف تمشي بالبركة لأن ليس فيها الكفاءات. وهل هذا يشكل معاناة للمؤسسات الخيرية؟ طبعا أكيدا، هذا يعني يشكل وبنسبة كبيرة. واحنا انا صار لي الحين 30 سنه في العمل التطوعي ما شاء الله، وقاعد اراه اشوفه، يعني اشوف هذا قدامي انه اللي عنده شهاده جامعيه يسهل ان يفهمك وتفهمه مباشره، يعرف ايش معناته التخطيط الاستراتيجي يوم تتحدث معه عن التخطيط الاستراتيجي. ولكن الشخص الذي لم يسمع كلمه تخطيط استراتيجي اصلا وهو داخل بشهاده مثلا متوسطه ولا ثانويه، فماذا تستطيع؟ جميل. أنا أتصور هذا السبب الأول والأهم. ولكن في طبعا أسباب أخرى، وهي الموارد المالية، قلة يعني قلة الموارد المالية حق الجمعيات الخيرية. ولكن دعم المال للجمعيات. بس أنا أقول إنه إذا كان في إدارة واعية، يعني تشكل عقبة أيضا المعوقات المالية والدعم المالي. ولكن إذا كان في موجود إدارة واعية وكفؤة تعرف كيف تأتي بالمال. صحيح. يعني الشيء الرئيسي هو الإدارة الكفؤة. جميل جدا. الكل يتساءل عن تخصيص هذا المؤتمر لفئة الشباب، لكن قبل ما تجاوبين أستاذة خضراء، كاميرتنا رصدت بعض اللقطات للمؤتمر زرناه يوم أمس، خلينا نشوفها مع بعض.
هذه كانت لقطات من مؤتمر السابع للتثقيفي الذي أقيم يوم أول من أمس، صحيح؟ نعم. أوكي. أشرتي في بداية حديثك أن المؤتمر في السنوات الماضية أخذ ثيم محدد في كل سنة، وفي هذا العام وجهتوا موضوعكم لفئة الشباب. ليش استهدفتوا الشباب؟ طبعا احنا من العام السابق توجهنا لفئة المراهقين القريبة ايضا من فئة الشباب. دائما نتساءل لماذا الشباب، مع ان يعني في الوقت الحاضر الشباب هو المعول عليهم في التغيير الان. طبعا في هذا المؤتمر هو تناول الاسرة بشكل عام، بس احنا حاولنا ان احنا نعطي الشباب خصوصية اكثر في الخطاب الموجه، في المواضيع المطروحة أيضا. أنا أرى أن يعني الشباب الآن مثل ما قلت هو المعول للتغيير، هو المعول لبناء المجتمعات. قرأت دراسة من فترة كان عندها الأستاذ جاسم المطوع أثناء حضوره في صيف أرامكو، تبين أن مجتمعاتنا مجتمعات شبابية، مجتمعات العربية بالذات مجتمعات شبابية. يعني في الدراسة تقول أن السعودية تحتل المرتبة الأولى في التناسل، وتاخذ المرتبة الثانية في تعداد في زيادة السكان. يعني يدل على أن مجتمعاتنا بالفعل مجتمعات شبابية عكس المجتمعات الغربية اللي تسمى بمجتمعات الشيخوخة. في مجتمعاتنا تقريبا 60% أعمارهم ما دون 50 سنة، عكس المجتمعات الغربية 60% أعمارهم فوق 50%، فتسمى بمجتمعات شيخوخة. فئة الشباب في مجتمعاتنا فئة نوعا ما أرى أنها مهمولة من جوانب. يعني أكثر البرامج المطروحة للشباب في هذه المجتمعات برامج ترفيهية تخلو من أي محتوى. حاولنا أن احنا نستقطب الشباب إلى جهات تثقيفية سواء نفسية أو حتى أسرية أو حتى إلى المقبلين على الزواج من خلال برامج صندوق الزواج الخيري، لبناء جيل سليم صحيا من كلا الجانبين. يعني طبعا هو ممكن أنا شخصيا أميل إلى هذه الجهة، يعني أحب أتعاطى مع هذه الجهة، فتلاقيني في مسابقة ملكة جمال الأخلاق المهتمة أيضا بالشابات، تطرح برامج خاصة بالشابات. أيضا تلاقيني في جائزة القطيف للإنجاز أيضا تطرح برامج خاصة بالشباب وتكريمهم حسب خطة تحكيمية معينة. وكذلك في صندوق الزواج الخيري المستهدف فئة أيضا المقبلين على الزواج والأسرة بشكل عام. أهم الأنشطة المصاحبة لمؤتمر هذا العام؟ طبعا في مؤتمر هذا العام مؤتمر الصحة النفسية للشباب. طبعا المؤتمر انقسم إلى قسمين، عندنا قسم ورش عمل محاضرات، وقسم أركان مصاحبة إلى هذا المؤتمر. في ورش العمل حاولنا أن احنا أيضا نخلق جو مش جامد للشباب، لأن في الصباح استقطبنا مدارس ثانوية. الأركان المصاحبة له كانت متعددة، في أركان تثقيفية بحت مثل الدفاع المدني أو زمالة المدمنين أو مسابقة ملكة جمال الأخلاق. عندنا أركان استشارية نفسية أيضا، مجمع الأمل بالصحة النفسية، شموع الأمل، الأخصائيات اللي تواجدوا ويانا، أخصائيات
اخصائيين نفسيين واخصائيات نفسيات، فكانوا يثيروا تساؤلات عده عند الشباب. وطبعا هذا هدف من الاهداف، ان احنا ايضا كثير من الزوار الشباب لسه ما وصل الى يعني شنو استشاره نفسيه. نعم. يعني كيف، فهذه التساؤلات بحد ذاتها نعتبرها شيء جميل، يعني ان الشاب يبحث عنها فيما بعد. صحيح. ايضا عندنا الفحوصات الاوليه، مستشفيات ومستوصفات ايضا تناولت الفحوصات الاوليه المعتاده، طبعا الضغط، السكر، قياس كتله الجسم، النظر، وفحوصات عده، بالاضافه الى الورش والحوارات مع الشباب. جميل جدا. يوم امس استاذ هاشم تحدثت معك ويعني اشدت بدور جمعيه خالد الخيريه في مبادرتها في التدريب. تعتقد انه التدريب مهم في المؤسسات الخيريه؟ نعم. طبعا هو سؤالك انت سالتيني من شويه قبل، ما هو المطلوب ل يعني تطوير جمعيات المؤسسات الخيريه؟ انا اصوره على قسمين. القسم الاول هو انه ان شاء الله نناشد وزاره الشؤون الاجتماعيه بان تضيف على هذه الشروط او تعدل في شروط القبول او المتقدمين للعضويه مجالس الادارات الجمعيات، بان تضع جانب الكفاءه او الشهاده. هذه واحده. الشيء الثاني، اذا هذا ما بيصير، وهذا قد يكون فعلا في سبب معين عند الوزاره ما تبغى تضعها، اذا هذا ما بيصير، وكذلك الوزاره طالب بها ان تؤسس برنامج تدريبي لكل من يريد ان يدخل في اي مؤسسه تطوعيه ان يمر بهذا الجانب التدريبي، يعني اللي هو خاص بهذا. فمؤسسه الملك خالد الخيريه هذه واقعا مثال للمؤسسات اللي تكلمت من شويه، قلت لك مو شرط انه كل المؤسسات، ولكن مؤسسه الملك خالد الخيريه في الرياض اخذت على عاتقها تدريب جميع منسوبي المؤسسات الاجتماعيه في المملكه. طبعا انت اخذت تجربه تدريب معهم. نعم. في نيويورك في جامعه انا خمس دورات عندهم، 3 هنا في 4 في المملكه وواحده في نيويورك. لله الحمد اختارونا مع ضمن 3 من المملكه، كنت انا واحد منهم، ورحنا مع في دوره في نيويورك حضرها هذه الدوره 85 رئيس جمعيه خيريه من انحاء العالم. جميل جدا. وفعلا كانت دوره رائعه، تعرفنا فيها على يعني العالم كيف قاعد يشتغل في المؤسسات الاخرى. المؤسسات الخيريه. طيب السؤال هنا استاذ هاشم، من وجهه نظرك ايش هو الدور اللي ممكن تلعبه هذه المؤسسات في الوقت الحالي؟ جميل جدا. الدور المفروض تلعبه هذه المؤسسات الآن هو اللي يفترض أن تنتقل من مرحلة الجانب الإغاثي. يعني أكثر جمعياتنا الخيرية، مؤسساتنا الخيرية قاعدة تعمل الجانب الإغاثي. يعني يتقدم شخص محتاج إلى مساعدة، يدرس حالته ويعطى المبلغ المقسوم وخلاص وانتهى كل شيء. هذا بس نظل احنا طول حياتنا بهالطريقة ولن نتغير. يجب أن تنتقل الآن الجمعيات الخيرية إلى مرحلة التنمية في المجتمع. يعني التحول من إعطاء إلى تدريب. يعني المثل الصيني اللي يقول علمني كيف أصطاد السمك، لا تعطيني سمكة ولكن علمني كيف أصطاد السمك. يجب أن تنتقل الآن جمعياتنا إلى هذه المرحلة، مرحلة التنمية. على ذكر مؤسسة الملك خالد، أنا أخذت دور كذلك عن المشاريع، وقدمت مشروع إلى المؤسسة، فاز لله الحمد من ضمن 4 مشاريع جميل. قدمت. البركة. فاز طبعا مؤسسة الملك خالد تعطي عليه هدية إلى المؤسسة، إلى حق الجمعية 100,000 ريال إذا فاز من ضمن ال4. كانت هذا المشروع هو تنموي، يعني قاعدين نسوي الآن في المشروع هو ساعدني، اسمه ساعدني أن أكون داعما لا معتمدا. دائما لك يا جمعية، لا معتمدا عليك. وبرضه تعتمدون على التدريب. طبعا هذا الآن عندنا 170 امرأة و130 رجل وشاب وشابة. هذا قاعدين الآن حاطين لهم برنامج تدريب ينتهي بالتوظيف.
تغيير حاله، يعني تغير حال هذا الولد او هذه البنت من انها تعتمد وتكون في حاله يعني زي الذليله، وهذا الان تكون عندها عزه وكرامه، تعتمد على نفسها، تعتمد على نفسها. وهذا المفروض الان اللي احنا جمعياتنا يجب ان تتوجه. يعني ما عاد الان في هذا الوقت الحين ان احنا والله لانك كل ما اعطيت سيزداد الفقير فقرا ويعتمد عليك ولن يتوجه اصلا الى العلم ولا المعرفه. وقتنا شارف على الانتهاء، لكن قبل ما نختم راح اخذ كلمه اخيره منك استاذه خضراء. شكرا جزيلا لحضورنا اليوم. كنت أتمنى أيضا نحن نتكلم عن الجانب الصحة النفسية بشكل أوسع واختيار الموضوع. فقط أنا أوجه كلمة إلى كل الجمعيات أو المؤسسات المختصة أو ذات العلاقة أيضا أن يعني يطرحنا الفرصة للشباب. شبابنا ولله الحمد احتوائهم، وأيضا طرح الفرص التطوعية لهم. شبابنا ولله الحمد عنده كفاءة كبيرة، عندهم مهارات، وهذا من خلال تجارب في مؤسستنا أو مؤسسات أيضا اشتغلنا بها. فقط يحتاجوا الفرصة لطرح ما لديهم. فأتمنى احتضانهم من هذه الجمعيات الموجودة في المجتمع إن شاء الله. كلمة أخيرة منك أستاذ هاشم، لكن أنا عرفت أنك أنت تقدم دورات تدريبية في محور العادات السبع لستيفن كوفي، وأنا أبغى وعد منك أن تجينا حلقة إن شاء الله جاية وتتكلم عن هذه العادات السبع إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله الاستعداد تام. تسلم، شكرا ما تعاونتوا ويانا لازم على الأقل نقدم جزء. شكرا كثير لك. كلمة أخيرة تحب توجهها؟ في الواقع كلمتي الأخيرة أوجهها للعاملين والمتطوعين في إدارات الجمعيات الخيرية. كل شخص لا يرى في نفسه الكفاءة، كل شخص لا يرى في نفسه الكفاءة أن يعطي، لا يأخذ، لا يحجز مكانا في كرسيا هو لا يستطيع أن يقدم فيه شيء، يعطي الفرصة للآخرين الذين هم كفاء. وهذه مشكلتنا احنا، ويعتقد أنه يعطي فيدخل ويكون لا يعطي شيئا في الجمعيات. فأنا هذه الرسالة للجميع، وهذا في الواقع في النهاية ما كنت أقول على أساس الجانب التنموي اللي كنت أقوله. طبعا مشروع حق النفسي، هذا حق الأخوة كان هو هذا من هالباب، باب التنمية، وهذا فعلا يجب أن نتوجه هذه التوجهات. جميل. أستاذ هاشم شرفة، رئيس مجلس إدارة جمعية الصفاء الخيرية والمدير التنفيذي لصندوق الزواج الخيري، الأستاذة خضراء المبارك، من جديد شكرا كثير لكم ولتواجدكم وتسليط الضوء مثل هذه المواضيع. احنا بالفعل بحاجة لها في المجتمع لإفادة كافة أفراد المجتمع من خلال المواضيع اللي تقدمونها في المؤتمرات والأنشطة التثقيفية التي تقام على مدار السنة. شكرا كثير. شكرا جزيلا حوراء. شكرا جزيلا. مشاهدينا راح ننتقل لفاصل، من ثم نواصل باقي فقراتنا.